بالكم ان ربنا جل جلاله لما هيعفو عننا فهيعتق رقبتك من النار، وهو ده الهدف اللي احنا داخلين علشانه في رمضان. فالله جل جلاله لما هيعفو عنك ويعيد فطرتك سليمة، فطرة قلبك وروحك وعقلك وجوارحك، فتحقق او تقدر انك تحقق مقام التقوى، وهي اصلا الحكمة من الصيام لعلكم تتقون. والتقوى زي ما قلت هو أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. يجدك الله جل جلاله حيث يحب ويفتقدك حيث يكره. طيب ملحوظة مهمة جدا، هل معنى التقوى أن ربنا سبحانه وتعالى هيجدني حيث أمرني ويفتقدني حيث نهاني، إن أنا مش هعمل ذنب نهائي؟ ودي معناها إيه في الذنب؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما نعمل ذنب فربنا جل جلاله يجدني حيث أمرني إن أنا أتوب بسرعة، يفتقدني حيث نهاني يعني ما يحصلش يأس في قلبي. الله جل جلاله يعني من الكبائر الباطنة وهي إنك تيأس أو تقنط من رحمة الله لما تعمل ذنب، مش مع سبق الإصرار والترصد، وإنما لضعفك البشري، ولأن طبيعتنا البشرية إن إحنا بنقوم ونقع. لكن أهم حاجة إنه ما يدخلش في قلبك اليأس وما تعملش ذنب مع سبق الإصرار والترصد.